السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشقة اللي قدام حضراتكم دي على شارع المنشية الرئيسي، شقة 160 متر. دخلنا كده من باب الشقة. الشقة دي دور خامس، فيها عداد كهرباء وفيها غاز، فيها مصالحة، فيها مرافق كاملة. هي بس يعني فيها فينش، ناقص فينش الدهانات. ده الريسبشن زي ما حضراتكم شايفين. احلى حاجه في الشقه دي ان هي وجه بحري، فيو مفتوح بدون اي مجرح على الاطلاق. البرج فخم ده طبعا، في 2 اسانسير. هننزل تحت ان شاء الله في نهايه الفيديو، هفرجكم على المدخل وعلى الاسانسير. ده فيو مفتوح بدون اي مجرح على الاطلاق. ده الطريق الجديد اللي بيتسفلت زي ما حضراتكم شايفين اهو. الشارع ده هيبقى حوالي 60 متر او 70 متر، وهيبقى فيه نازله وطالعه للمحور الدائري هناك اهي. المكان هنا كمان بالظبط سنه ولا سنتين الشقه سعرها هيتضاعف، سعر الشقه هيتضاعف. الفيو مفتوح، وجه بحري بدون اي مجرح على الاطلاق. شايفين حضراتكم الفيو بحري. الشقة فيها 2 بلكونة، وسعرها أنا شايف إن هو معقول. إحنا كده شفنا الريسبشن. الريسبشن طبعا فيه بلكونة وشباك. دي البلكونة، وده شباك برضو على نفس الفيو. تمام. الهواء هنا زي ما حضراتكم شايفين أهو. إحنا كده شفنا الريسبشن ما شاء الله كبير، في عرض وفي طول. الريسبشن بتواليت الضيوف منفصل عن جناح الغرف. طبعا في باب حديد حمايه، وفي باب تاني، وادي عداد الغاز اهو. في عداد كهرباء كارت موجود. دي طرقه. ده المطبخ، مطبخ امريكي، بس الميزه ان هو مش فاتح على الريسبشن، فاتح على الطرقه. افضل طبعا، مساحته حلوه. الشقة طبعا هتعوز فينش الدهانات. هي 3 غرف. شايفين حضراتكم مساحة الغرف قد ايه. الشقة قلنا مساحتها 160 متر. دي الغرفة الوحيدة اللي على منور، الغرفة الوحيدة اللي على منور اهي، منور خاص بيها. غرفة مساحتها كبيرة، وغرفة مربعة تاخد أوضة نوم كاملة. يبقى احنا شفنا اول غرفة. بذكر حضراتكم الناس اللي لسه مشتركتش في القناة يا ريت تشترك، تعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو عشان يصل لكل الناس. الشقة دي هتعجب قوي قوي الناس اللي عايزة فيو مفتوح، مش عايزة حاجة قدامها، بتحب الوجه بحري. الشقة كلها بالكامل بحري بدون اي مجرح على الاطلاق. شايفين حضراتكم دي غرفة برضو زي نظام الريسبشن. غرفة كبيرة ليها شباك بحري، فيو مفتوح، ولها بلكونه على البحري، فيو مفتوح اهو. نفس الفيو اهو. هنا مش هيبقى في اي حاجه قدامك. الشارع هنا هيبقى حوالي 60 متر او 70 متر اهو. انا بفرج حضراتكم الاسفلت بتاعه عشان بس الناس ما تفتكرش. احنا طبعا الناس لو طالعه بتاعه الدائري هناك بعيد عن هنا تماما، عشان بس الناس تكون مطمئنه. تمام. الموقع بصراحه ما يتعوضش. المكان هنا بعد ما يخلص الناس لو طالعه بتاعه المحور والشوارع تترصف، الشقه سعرها هيتضاعف. الشقه حاليا سعرها انا شايف ان هو لقطه، بس السعر هيزيد كمان بعد لما يخلص السفلته يعني في الشارع. احنا كده شفنا الغرفه الثانيه على الاتجاه البحري. كده ناقص غرفة تاني. براجع مع حضراتكم دي الغرفة اللي هي جوه على المنور. دي الغرفة اللي احنا شفناها البحرية. دي طرقة بتوديني على الحمام. ده الحمام الرئيسي. دي الغرفة الثالثة على نفس الفيو برضو، غرفة كبيرة
اهو برضو نفس الكلام، اهو شباك فيو مفتوح بحري بدون اي مجرح، غرفة مساحتها كبيرة اهو. برضو بلكونة تانية على الاتجاه البحري. الشقة دي لا تحتاج اي تكييفات ولا مراوح ولا اي حاجة اهو. 2 بلكونة على الشارع الرئيسي وبدون اي مجرح على الاطلاق. السعر اللي مطلوب في الشقة دي 850,000. بكرر السعر تاني، 850,000. يا ريت حضراتكم الناس اللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتتابعنا، لان الفترة دي هنجيب لكم شقق لقط، فيا ريت تشجعونا بانكم تشتركوا وتتابعونا الفترة اللي جاية دي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.